عمري ما كنت أتوقع إن ده ممكن يحصل معايا في يوم من الأيام. وأنا شخصياً لما كنت بسمع عن مواقف زي دي كنت بستغرب جداً وأتخيل إن اللي بيعملوها ناس تانية، لكن ما كنش عندي أي فكرة إني أنا نفسي ممكن أبقى يوماً ما زي أي بنت بتتنط في مواقف صعبة تغير مصيرها بالكامل. اسمي لما، متربية في عائلة بسيطة جداً، يعني حالتنا متوسطة ومستورين. كنا إحنا وأخواتي التلاتة، مفيش ولاد خالص، كلنا بنات. بابا طول عمره كان نفسه يجيب ولد، لكن القدر محققش له أمنيته، فقرر إنه يعلمنا ويجوزنا على قد ما يقدر عشان يأمن مستقبلنا. أكتر حاجة كانت مختلفة في بابا عن أي حد تاني إنه اشترى لكل واحدة فينا قطعة أرض زراعية وبنى لكل واحدة بيت صغير عليها، وكان دايماً يقول: عشان كل واحدة منكم لما تتجوز تبقى حياتها مأمنة وما ينقصكيش حاجة. بابا راجل ريفي لكن شاطر جدا، مع إن جده ما سابش له أي أرض ولا أي ميراث. جدي كان عنده أخ صغير كان دايما بيعمل مشاكل واضطروا يبيعوا الأرض عشان يسددوا ديون، ومن ساعتها بقى حلم بابا إنه يخلف ولد ويبني له أرض كبيرة وبيت كبير، لكن الظروف ما سمحتش. بعد كده بابا اشتغل سواق وبدأ يكون نفسه. وأما ماما كانت ست جميلة جدا ورقيقة وخلوقة، وكانت دايما واقفة جنبه. بابا كان بيحبها جدا وكانت دايما رقم واحد في حياته، كانت بتهتم بيه أكتر ما بتهتم بنفسها، وكانت بتفهمه من نظرة عينيه. كان بينهم حب قوي جدا. دايما كنت بتمنى أعيش نفس الحياة الزوجية اللي ماما عاشتها مع بابا. بيتنا كان عادي جدا وحياتنا رايقة ومفيش مشاكل. طول الوقت إحنا البنات مركزين في دراستنا. واحدة من إخواتي بيكيم مهندسة والتانية دكتورة، أما أنا فطلعت مدرسة عادية جدا لأني طول عمري مش شاطرة في الدراسة وما عنديش الرغبة فيها قوي، لكن كان لازم أخد شهادة عشان بابا كان حنين جدا وطول الوقت بيعاملنا أحسن معاملة. أنا الوسطانية، أختي الكبيرة اتقدم لها شخص كويس ووافق بابا بشرط واحد: بنتي هتتجوز في البيت اللي أنا بنيته على قطعة الأرض بتاعتها، وقطعة الأرض دي ما تفرطوش فيها ولا تبيعوها وتشتغلوا فيها بإيديكوا. أول ما جابت عيالها جابت ولد، وكان بابا طاير من الفرحة. وبعد كده اتقدم لخطبتي شخص اسمه كريم. إعادة تشويق. كريم كان حد قريب من العيلة وكنت معجبة بيه جدا، لكن الشرط اللي حطه بابا كان هو نفسه شرط أختي: هل هينجح زواجي ولا هتواجهني مفاجآت مدمرة؟ كريم خطيبي كان مهندس زراعة ومن عيلة محترمة. بابا كان بيحبه جدا وأنا كمان كنت معجبة بيها من زمان. أول ما تقدم بابا كرر نفس الشرط: الزواج في البيت اللي على الأرض الزراعية وما نبيعش الأرض أبداً. كريم مهندس زراعة أصلاً فكان مبسوط جداً بالفكرة. أنا كمان كنت طايرة من السعادة. بابا جهز لنا البيت وساعد كريم في كل حاجة، فرشه بأحسن حاجة، مع إنه هو جاب الأرض والبيت أصلاً وما كانش من حقه يجيب حاجة تانية، لكن بابا كان دايماً بيحاول يأمن مستقبلنا قد ما يقدر. اتجوزنا وكنت سعيدة جداً، لكن في الوقت ده ما كنتش بشتغل لأني كنت حامل من أول شهر، وحملي كان صعب عليا شويتين وكنت ضعيفة. بابا قال لي: ما تشتغليش، إحنا مش ناقصنا فلوس وإنت محتاجة ترتاحي. كريم كان بيدير شغله عادي وكنت مبسوطة، لكن فجأة حصلت مصيبة. كريم تعب فجأة وحصل شوية مشاكل في رجليه، ما بقاش قادر يقف زي الأول وما بقاش قادر يشتغل في الأرض زي ما كان بيحب. في الوقت ده كنت حامل وما كنتش قادرة أعمله حاجة غير إني أقف جنبه. أصحابه كانوا بييجوا يطمنوا عليه من وقت للتاني. كريم كان بيحب الزراعة جداً وما كانش عمره يتخيل إنه يبعد عن الأرض. بابا وصى عليها كمان، فكانت دي أمانة في رقبتنا. مرت الأيام والأرض فضلت فاضية فترة طويلة جداً. كريم كان زعلان وحزين. في يوم اتفاجئت بيكلم صديق قديم له اسمه عادل، قريب منه جداً من أيام الدراسة. قال له: لازم تيجي تزورني عشان أنا محتاجة أتكلم معاك في حاجة ضرورية. وقال لي: جهزي غداً، إحنا جايين نضيف. عملت كده وجاء عادل وقعدوا مع بعض، وبعد الغداء اتفاجئت بكريم بيقول له: خلاص اعمل حسابك إنك هتكون شريك معايا في الأرض دي. لأول مرة أكتر حاجة زعلتني، أنا سمعت الكلام من بره الأوضة قلبت قبض. قلت لكريم: أنا مش موافقة، الأرض دي أمانة من بابا،
مش حابة يكون في شريك غريب فيها. كريم حاول يقنعني لكني رفضته تماماً. عادل زعل جداً واتضايق، لكن الموضوع انتهى في الوقت ده. إعادة تشويق، لكن الظروف اتغيرت بعد كده. بابا مات فجأة وكريم تعب أكتر وإحنا بقينا بلا دخل. هضطر أوافق على وجود عادل في الأرض ولا هنضيع كل حاجة؟ بعد شهور بابا توفى. كانت أصعب لحظة في حياتي. الراجل اللي كان سندي وسند كل البنات راح فجأة. في نفس الوقت كريم كمان تعبه زاد وكان محتاج علاج ورعاية خاصة، ولسه مولودي الصغير محتاج حاجات كتير. ما كنتش بشتغل وكريم ما بقاش قادر يشتغل برضه. الدخل الوحيد لنا كان زيرو. بدأت ظروفنا تسوء. مرة واحدة لقيت كريم بيقول لي أنا عايز أكلم عادل تاني. خلاص مجبورين، مش قادرين نعيش كده. في البداية رفضت، لكن قدام جوع عيلي وضياع مستقبلهم لقيت نفسي غصب عني أوافقت. عادل جه على طول. أول ما شاف الأرض قال إنها محتاجة شغل كتير جدا عشان ترجع زي الأول. كانت فاضية أكتر من سنة والأرض محتاجة حرث وتسميد وتنظيف. بدأ يشتغل فيها طول اليوم والأرض بدأت تتحسن. بعد شهور بدأ الخير يظهر. كل ما كنا بنحتاجه بقى موجود وبدأ الدخل يدخل علينا تاني. أنا بصراحة بدأت أحس إن غلطتي الأولى كانت إن رفضته من البداية. الشخص اللي كنت خايفة منه بقينا مش قادرين نستغني عنه. جهزنا له الأوضة اللي فوق السطح عشان المسافة بين بلدنا وبلده بعيدة وما ينفعش يروح ويجيب كل يوم. عادل كان إنسان محترم جدا طول الوقت. عمره ما ضايقني ولا قال لي كلمة تضايقني ولا حتى نظرة تحسسني إن فيه حاجة غلط. كنت براعي وبعمل له الطعام مع جوزي وعيالي. كريم كان راضي ومبسوط وأنا كنت مبسوطة إن الحياة رجعت لينا تاني. مرت شهور طويلة وعادل بقى جزء من حياتنا اليومية. كريم كان تعبان وكان عادل هو اللي بيجيب لنا احتياجاتنا كلها. والصراحة في يوم حسيت بحاجة غريبة. في يوم كريم كان تعبان جدا وكنت محتاجة حد يقف جنبي وكان عادل هو اللي ساعدني. إعادة تشويق. وبعد كل السنين دي عادل سافر عشان يطمن على أهله. اكتشفنا إن والدته توفيت، ولما رجع كان شخص تاني تماماً. الهدوء اللي كان بيننا بدأ يتغير لأسباب ما كنتش مستعدة أقولها حتى لنفسي. عادل سافر يقول أهله لكنه تأخر أكتر من اللازم. كريم كلمه يتطمن عليه وعرف منه إن والدته توفت. عادل بقى لوحده في البيت لأنه أخواته البنات متجوزين ومفيش حد معه. كريم قال له ما تستناش، ارجع على طول، متقعدش لوحدك في الوقت الصعب ده. لما رجع كان متضايق جدا. أنا حزنت عليه بصدق. بصراحة كنت زعلانة عليه بطريقة حسيتها غريبة عليا لأول مرة. معرفش ليه، هل عشان هو شخص كويس ولا عشان هو اللي دايما ساعدنا وإحنا في أشد الظروف؟ في الفترة دي كريم كان تعبه زاد والأمور بيني وبين كريم ما بقتش أحسن حاجة. يعني مش معظم الوقت كنا كويسين، كنا أحيانا بنبعد عن بعض. كريم كان طول الوقت عصبي ومش فاهم ليه أنا بتضايق. أنا ما كنتش بقدر أتكلم بالمرة. بحكم عيلتي وبحكم الأصول ما كانش ينفع أتكلم. في يوم طلعت أطبق الغدا لعادل فوق. كان قاعد في أوضته لوحده، نفسيته تعبانة. خبطت الباب ودخلت. لقيته زعلان جدا. حاولت أكلمه وأشجعه. قلت له إن دي طبيعة الحياة وإن أنا مريت بنفس الموقف قبل كده. قعدنا نتكلم وفجأة حصل اللي ما كنتش مستعدة له ولا كنت متخيلاه. ما أقدرش أقول التفاصيل. كل اللي أقدر أقوله إني ما كنتش مصدقة إن ده يحصل. كل الحدود اللي كنت فاكرة إنها ثابتة اتهدت في لحظة. حسيت إن كل اللي قدامي بقى ضباب. الشخص اللي كان قريب مني جدا واللي ساعدنا في حياتنا كلها، موقف زي ده خلاني أتمنى إنه يمشي وما أراهوش تاني أبدا. لكن كريم كان متمسك بيه. قال لي أنا مش عايزه يروح، هو اللي ساعدنا. أنت ليه مش عايزاه يكمل معانا؟ حتى لو فكر يتجوز ممكن نبني له بيت صغير فوق ويعيش معانا، عيلة واحدة. قال لي مفيش سبب منطقي لرفضك. أنا ما كنتش قادرة أقول السبب الحقيقي وخفت أقول أي حاجة. إعادة تشويق. في الأيام اللي بعد كده عادل كلمني وقال لي اللي حصل كان غصب عني وعنك، لكن قبل ما أرد لقيت نفسي بعمل حاجة ما عملتهاش قبل كده في حياتي كلها. سبت البيت ورحت البيت أهلي. أنا لميت هدومي في شنطة وأخدت ابني الصغير ورحت لبيت أهلي من غير ما أحكي لكريم المقدمة. قلت له أنا رايحة عند والدتي عشان أغير جو يومين، تعبانة شوية. كريم استغرب
عمري ما في حياتنا الزوجية كله سبت البيت زي كده. لكنه ما اعترضش. في بيت أهلي والدتي لاحظت إني متضايقة وقلقة. سألتني كذا مرة: مالك يا لما؟ في حاجة مضايقاكي؟ وكل مرة كنت أرد عليها: ولا حاجة يا ماما. لكن الضغط زاد. وفي يوم كنا قاعدة لوحدنا، والدتي بصت في عيني وقالت: أنا أمك. أنا عارفة إن في حاجة مضايقاكي ومش عايزة تقولي، بس حرام عليكي يا بنتي، أنتي بتعاني لوحدكي. ساعتها كسرت. قلت لها: أنا تعبانة يا ماما. كريم تعبان ومش عارفة أتعامل معاه. الظروف صعبة وحاسه إني مش قادرة أكمل في الحياة دي. مش عارفة أعيش زي الأول. ما قلتش لها التفصيلة الكبيرة. قالت لي بس: دي مش مشكلة كبيرة يا بنتي، كل البيوت فيها مشاكل. بس أنا حسيت إن في مشكلة أكبر بكتير وضغطت أكتر. قالت لي والدتي: أنت عايزة تنفصلي عن كريم؟ ساعتها أغمضت عيني وقلت: مش عارفة، بس مش مبسوطة ومش حاسة إني عايشة. والدتي قررت إنها تتصل بوالدي وتحكي له. تاني يوم والدي طلبني وقال لي: اقعدي قدامي يا لما. أنا عمري ما غصبتك ولا غصبت أي واحدة منكم على قرار، بس أنت محتاجة تفكري كويس. هل السبب اللي يخليكي مش عايزة تتكلمي مع كريم هو إنه تعبان ومن الناحية الصحية؟ ولو كده ممكن تصبري عليه شوية، لكن لو في سبب تاني يبقى لازم تقولي الحقيقة. سألني سؤال صعب جدا: في حد تاني في حياتك؟ قلت له: أبداً، أنا مش هفكر في جواز تاني أبداً، بخاف على ولدي. قال لي: أنا عايزك ترجعي لبيتك وتدي نفسك فرصة أخيرة، وفي الآخر لو قررتي تكملي أكملي، ولو قررتي تنفصلي أنا معاكي، بس ما تندميش بعد كده. إعادة تشويق. رجعت للبيت، لكن كريم قال لي جملة هزتني: عادل سافر ومش راجع تاني. فرحت في الأول، لكن بعدين كريم ضغط علي لغاية ما حكيت له الحقيقة. الصدمة كانت أكبر من اللي تخيلته. لما رجعت البيت اتفاجئت إن كريم قال لي: عادل مسافر، قال إنه رايح بلده كام يوم. حسيت بارتياح مش طبيعي. قلت في نفسي: دي فرصة، أخيراً أنا وكريم نقعد لوحدنا من أي حد. المهم، كريم بدأ يسألني: أنا عايز أعرف برضو، أنت كنت متضايقة ليه؟ إيه اللي حسسك إنك مش عايزة تكملي في البيت؟ حسيت إنك خايفة من حاجة؟ ضغط عليا كتير، كتير قوي، لغاية ما خلاص أنا حكيت له كل حاجة. حكيت له اللي حصل بيني وبين عادل، المكالمة، الموقف، كل كلمة. المهم، أول ما خلصت كلامي حسيت إن الدنيا هتتحسن وهيسامحني، لأني كنت فاكرة إن كريم عاقل ومتفهم وهيقول: دي غلطة، إحنا بنسامح. لكن ردة فعله كانت صاعقة. بص لي بطريقة أنا ما شفتهاش قبل كده وقال لي: أنتِ طالقة، اخرجي من البيت. ما صدقت. حاولت أقول له: بس أنا غصب عني، الظروف، أنا بحبك وعايزة أكمل معاك. لكنه كان قاسيا جدا، رفض كلامي. ساعتها انهارت. مش عارفة إذا كان الصح إني قلت له الحقيقة ولا كان لازم أخبيها للأبد. لو سكت كان زماني لسه في بيتي وبين عيالي وحياتي مستقرة، لكن ضميري منعني أكمل في كذب. أنا دلوقتي واقفة في منتصف الطريق، مش عارفة هل أنا غلطت لما قلت الحقيقة؟ هل الصح إني كنت أكملت في زواج مبني على حاجة مش واضحة؟ هل لو كتمت السر كان زماني أحسن؟ ولا الصراحة هي اللي راحت بحياتي؟ أنا مش عارفة الإجابة. كل اللي أعرفه إن بابا رباني إن الصراحة دايماً أفضل من الكذب، لكن دلوقتي بقيت مش عارفة. الصراحة جابت لي الندم،